يا رب، سترك وعفوك ورضاك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا، وأجزنا عن الإحسان إحسانا، وارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. قولوا أمين. صباحكم ورد وصباحكم فل وصباحكم رزق. كلنا زهقنا، بس الغريب بقى ان ممكن في زهق عن زهق يفرق. يعني في زهق ياكلك يعني لقمه ورد غطاها زي ما بيقولوا حته جبنه، بطاطس مقليه وخلص. لكن انك تعملي جريمه اكل في رمضان، يعني انتوا متخيلين ان انا افطر فسيخ؟ هقول لكم الموضوع جه ازاي. انا ولادي يعني قعدنا نتكلم الاكل ومش الاكل، فطبعا في الليسته اللي اكرم كاتبها اكل كتير قوي، فقلت لهم لا انا زهقت مطبخ وزهقت اكل يا ولاد، وانا مش قادره بقى بصراحه اقف اطبخ طبيخ، والواحد خلاص نفسه يعني جزعت يعني عايزين ناكل حاجه خفيفه. فانا ولادي بيحبوا المسقعه ويسموها شطيطه، فقالوا لي احنا عايزين شطيطه. طيب ماشي تمام، اعمل لكم شطيطه ونعمل بطاطس محمره، ولو في حته جبنه قريش عندي ولا حاجه، حتى انا ما حطيتهاش على الفطار عشان ما كانش ينفع تتحط، وناكل. قالوا خلاص طيب تمام، حلو كده. قلت بقى اعمل بطاطس بشكل جديد، خلوكوا بقى معايا واحده واحده وتشوفوا الكارثه وجريمه الاكل اللي انا عملتها حصلت ازاي. قلت بقى ايه، اعمل بطاطس. بصوا انا مقطعاها ايه، صوابع تخينه، يعني بقسم البطاطسايه زي ما انتم شايفين ايه، من النص كده نصين، وبعدين ابدا اقطعها صوابع تخينه كده. قلت بقى افتكس بقى واعمل بقى حاجه جديده، الولاد تبقى مبسوطه وتفرح وكده. حطيت هنا البطاطس، غسلتها كويس وحطيتها في ميه وشويه خل، يعني حوالي 4 معالق على حسب الكميه اللي عندك، حوالي 3 ل4 معالق ملح، مش اكتر من كده. وهقلبها وهنقعها وهركنها، هركنها قبل ما اعمل حاجه تاني يعني. بس انا همشي لكم هنا الخطوات ورا بعض عشان ما تتوهوش في طريقه البطاطس بالاخص يعني. فانا هنقعها شويه، وقبل ما انقعها انا هقطع شويه الفلفل دول، او هنضف شويه الفلفل الحامي دول. كان عندي كام وحدايه كده ايه، الفلفل الحامي الصغنون ده جميل، بتاع اللي يتخلل ده، يبقى حلو قوي في المخلل على فكره. انا هقطعه كده، هشيل العنقوده بتاعته بس، يعني هو كمان بيبقى لما بتشيل العنقوده بيبقى مقفول، انا هوريهولك اهو. العنقوده بيبقى مقفول، يعني ما تخافيش منه، مش هيطلع السبايسي بتاعه او الحرقان بتاعه بسرعه. فنضفته كده وهشطفه شطفه. وتعالوا نشوف هنعمل ايه في البطاطس بعد ما اتنقعت في الميه والخل. هقول لكم دلوقتي كل حاجه، ما تقلقوش. انت بتعملي ايه؟ قولي لي بتعملي ايه؟ اه، نحضر بقى، نحضر للبطاطس، نشوف هنعمل ايه للبطاطس. ما احنا هنعمل البطاطس كده، مش هنعمل البطاطس كده. انا عندي هقول فنجان نشا وفنجان دقيق. لكل معلقه دقيق معلقه نشا، او لكل معلقه نشا معلقه دقيق. حلو الكلام، حلو الكلام. يعني هنقول فنجان على الكميه، هاخد فنجان الشاي اللي هو الوسط ده دقيق، وهاخد فنجان برضو من النشا. هحط بقى توابل، هحط مرقه دجاج، هحط يعني لو عندك المرقه متوفره عندك، مش عندك هتحطي كل التوابل اللي عندك اصلا. هحط 7 بهارات، هحط فلفل اسود، هحط كزبره، وهحط كمون، وهحط اي نوع بهارات عندي، هحط جوز الطيبه، هحط حبهان. عندي انا بقى لو تفتكروا التوابل اللي انا قلت لكم عليها الجاهزه دي، اللي كانوا ولادي جايبينها عشان البطاطس وما حبوهاش خالص، وطلعت يعني مقلب حراميه مقلب حراميه، مقلب حراميه، يعني مقلب اسم بس وموضوع وترند على الفاضي يعني. لكن ما طلعتش الاطعمه اللي ولادي بياكلوها على البطاطس السوري من محلات السوريين، ولا ليها علاقه نهائي. هحط بقى بابريكا مدخنه، هحط كمون زي ما انتم شايفين، فلفل اسود، 7 بهارات، حبهان، كل اللي عندك حطيه، كل التوابل اللي عندك حطيها.
فانا هستغل بقى عشان العلب دي الجاهزه انا ما بستعملهاش في حاجه، وولادي مش حابينها خالص على البطاطس، فانا هحشرها وادفنها كده جوه اي حاجه. مش فاكره انا عملت بيها ايه قبل كده، مش عارفة، تقريبا برضو حطيتها في بطاطس. حطيتها في التتبيلة اللي ولادي بيعملوها بالمرقة ديت عشان يرشوها على البطاطس. فأنا النهاردة هحطها في التتبيلة اللي هنغلف بيها البطاطس. عندي منها بالجبنة، وعندي منها بالفلفل الحلو، وعندي منها بالطماطم أو بالكاتشب. يعني عندي كام طعم، حرم منهم شويات شويات. وبعد كده اختصارا يعني عشان الوقت، وهحط الملح وهقلب الخليط ده كويس. انا هفضيه بس في علبة كده عشان تبقى جاهزة للعمايل على طول كده، عشان لو فضل منها حاجة هخليهم في العلبة واشيلهم عشان لو حبيت اعمل منها بعد كده. طبعا جيت بقى كده على الحوض كده جنب البوتاجاز، همسك بقى البطاطس. بصي هقول لك بقى على حاجه، معلومه حلوه قوي. وانت بتعملي البطاطس، وانت بتعملي الفراخ البانيه، وانت بتعملي اي حاجه فيها بانيه، فيها خلطه، فيها ميه، فيها حاجه بتلزق، الايد اللي هتمسك الحاجه دي او هتجيبها لك وتحطها لك على الخليط بتاعك من الدقيق او من البقسماط، غير الايد اللي بتعملي بيها، عشان ما تعملش عجين. انا ايدي هنا دي مش معجنه خالص، بس هو النشا مع التوابل مع الحاجه ملزق كده في ايدي او لازق في ايدي، لكن مش هتعجن منك وتعمل عجين في ايدك وعجين في الخلطه. هنا همسك بقى البطاطس، لان البطاطس حجمها كبير، فسهل عليا ان انا اعملها بالواحده. هعملها كده بالواحدة، وهغلف جزء كبير من البطاطس على قد أكلتنا يعني، لأن هيتفضل عندي شوية، وهيجوا بالليل يقولوا لي اعملي لنا يا مامي البطاطس اللي انت عاملاها، اللي كنت عاملاها لنا، وهعملها لهم تاني بالليل. بس خلونا دلوقتي في الفطار وفي الايه، وفي الجريمة اللي انا هعملها حالا. هتشوفوا الجريمة حالا حالا حالا، ما تقلقوش، ما تستعجلوش. وهبدأ بقى كده ارص البطاطس كده جنب بعض، وانا بقليها برضو هتنفضي كل صباع كده تنفيضة، برضو ايه، تروحي ضربة كده على اخواته اللي نايمين في الطبق كده. هنا بقى الزيت عندي انا كنت سايباه، قبل ما قلت اغلف البطاطس سايباه ايه، يعني يقدح ويسخن كويس. بعد ما بيقدح وبيسخن كويس بتخلي النار متوسطة، بتخليهاش عالية، وما بتخليهاش طبعا باردة أو تحت المتوسطة، لا، تخليها متوسطة عشان حجم البطاطس دي تخينة، فعشان تستوي، عشان تقرمش من بره. يعني الزيت أهم حاجة يكون بيقدح قوي وسخن وبيغلي، تنزليها التغليفة بتاعتها دي تعمل تش بالجامد وفي نفس الوقت الغلاف ده يقرمش بسرعة، وبعد كده توطي عشان البطاطس نفسها تستوي. هتشوفي شكلها دلوقتي، هتبصي تلاقي الطبقة دي تنفخ كده وتبقى منفوخة كده وعاملة طبقة كده خطيرة خطيرة خطيرة. على فكرة الطريقة دي حلوة قوي ان انت تقدري تعمليها لاولادك، فتبقى البطاطس فيها لحم. لما تيجي تعملي لهم سندوتشات او ياكلوها، يبقى بطاطس كده فيها لحم كده، مش ناشفة ومحمرة الصابع الرفيعة دي اللي بتتعمل، لا دي حلوة قوي. تقدري تبقى دي وجبة اهي، يعني دي اعتبرناها طبق رئيسي مش طبق جانبي، يعني دي تقدري تتعاملي بيها على انها طبق رئيسي، اكله رئيسيه جنب المسقعه، او جنب شويه فول بصلصه بطماطم بسلطه كده، اكله لطيفه مع حبه مثلا حبه مشي كده بطحينه ويتقطع عليه طماطم. يا لهوي، انا محرجه منكم. انا مكسوفه وشي في الارض منكم بصراحه. هي طقت في دماغي انا العلبه دي، الفسيخ ده انا اللي كنت عاملاه، والعلبه انا حاطاه يعني حاطه الفسيخ في زيت، وحاطه عليه شويه شطه حمراء، وركنه العلبه دي لان طبعا ما عنديش ثلاجه، فانا ركناها على الرخامه، الجو لطيف لسه يعني. وحطها على الرخامه، وانا قلت الاكله يعني انا مش هيحصل حاجه، ده مش سحور، والله ما يحصل حاجه يا ولاد، والله ما يحصل حاجه. حطيت عليها زيت ذره وركنته عشان نحط عليه حاجته. بس قلت اوريكي البطاطس، بصي الطبقه اللي فوق دي منفوخه ازاي، ومن جوه البطاطس خطيره، طريه وناعمه بطريقه فظيعه. هنا هنحط ليمونه كامله بقى على حبه زيت الذره وحتتين، قطعتين يا ولاد، قطعتين، شوفوا انا مؤدبه ازاي، قطعتين الفسيخ.
يعني بحاول احللكم الموضوع، بس انا مش عارفه والله، أنا مش عارفه كنت اجيبها لكم ازاي وانزل الفيديو ده ازاي، بس قلت مش مشكله بقى. اللي عندها فسيخ تعمل الجريمه دي وتطلع وتعمل اكله فيها تحابيش كده، وتحط حتتين صغيرين كده، وتحط عليهم زيت زيتون، تحط عليهم زيت ذرة، زيت عادي براحتك خالص، وتحطي عليهم ليمون. وركنتها تشوفوا هنعمل عليها ايه دلوقتي، وهنحط عليها ايه دلوقتي تاني. بس اصبروا خلونا ايه، نعمل حبة الشتيطة او حبة المشطشطة او حبة المسقعة زي ما تسموها. انا عندي حوالي راس توم، يعني معلقه بتاعت غرف كبيره كده انا ملياها توم، او حوالي يعني قولي راس توم مفرومه. انا هشوحها كده في شويه زيت. ممكن على فكره تاخدي شويه زيت من اللي انت قلتي فيهم البطاطس واللي قلتي فيهم البدنجان، عادي جدا جدا مفيش مشكله. وتحمري تشوحي التومه تشويحه كده يا دوب التومه تصفر وريحتها كده الحلوه دي تطلع. هتطشيها بشويه خل على طول، يعني حوالي 4 5 معالق من كبار من الخل. هناخدها تقليبه. عندي بقى الصلصه اللي انا مفرزاها في الفريزر، انا هاخد نص الكيس لان دي الصلصه يعني مركزه جدا، فانا مش هحتاج اخد الكيس كله. هتشوفي نص الكيس. يمكن انا عملت بيه اكله من يومين تقريبا، وريتها لكم في فيديو من يومين، مش فاكره كانت اكله ايه، ووريتكم انا خدت نص برضو الكيس، يعني ما بحتاجش الكيس. في المحشي ده اول يوم رمضان احتجت نص الكيس بس على كميه المحشي اللي انا عملتها. هنا بقى انا حمرت شويه فلفل الحلوين اللي انا نضفتهم قدامكم، والبدنجان. البدنجان هنا كده هحط طبعا املح الصلصه بتاعت المسقعه، انا اديتها الملح بتاعها. انا بحب احط ملح بس، انا مش بحب احط كمون، ولا بحب احط يعني فلفل اسود ولا توابل ولا الكلام ده على المسقعه. انا بفضلها طشه الخل بالثوم مع حبه الملح كده، بتبقى بسيطه واخف ما يكون في توابل كتير. واحنا عندنا البطاطس مليانه توابل يا ولاد، يعني مش لازم بقى. هنحط حبه الفلفل، طبعا انتوا عارفين الفلفل انا متعوده اما لما بقليه الفلفل بقليه ربع قليه، يعني يا دوبك بدخله في الزيت كده واطلعه، لازم يبقى لونه اخضر وكانه ني شويه. وهنا كان خلصت كمان البدنجان وحطيته خلاص، هديها تقليبه وهغطيها واسيبها على نار هاديه كده تبكبك بس شويه مع بعض. ونشوف بقى هنعمل ايه في الفسيخ القمر ده. الطحينه زي ما هي من غير ما اعملها سلطه ولا بخل ولا زي ما هي كده من العلبه على طول يا ولاد. رشه حلوه جريئه كده على الايه على الفسيخ على الفسيخ. وعملت طبعا هنا عملت شويه صوبيا، لان كان عندي حبيبي العرقسوس موجود كان، وعندي برضو الكركديه موجود. ودي كانت جريمة الأكل بتاعتي النهاردة. أتمنى أن انتوا تجربوا تعملوا حبة التحابيش كده. أحبكم في الله وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.